ليه تشتري كوباية واحدة بتمن 3 كيلو ونص. تعالوا بينا هنشوف احنا هنعمل ايه. معايا هنا 3 كيلو ونص من الجوافة، جبتهم وغسلتهم واخدت منهم كيلو واحد هنعمل منه عصير، والباقي هحتفظ بيه في الفريزر علشان نقدر نعمل بيه اكتر من مرة. جبت هنا كيلو الجوافة زي ما انتم شايفين، وغسلته ونضفته بالطريقة دي، وهبدأ هنا بقى اقطعه كده قطع صغيرة عشان هضربها في الخلاط. بتمن كوباية عصير واحدة هنعمل كمية كبيرة، وهنشرب البيت كله، وهيتبقى كمان غير اللي احنا احتفظنا بيه كمان في الفريزر. تعالوا بينا نشوف احنا هنعمل الوصفة العصير دي ازاي. عصير تحفة جدا واحلى واطعم من المحلات والكافيهات، وكمان انضف بجد، حلوة جدا بسر بس واحد من معلقة هنضيفها على الكلام الحلو ده، هتخليه يفضل لونه فاتح معاكي بالكام يوم في التلاجة، وكمان القوام بتاعه تحفة وطعمه كمان هايل. تعالوا بينا نشوف احنا عملناه ازاي. هنا كيلو جوافة بعد ما نضفته وقطعته بالشكل ده، حطيت عليه عصرة من الليمون عشان برضو الليمون هيخلي لون الجوافة بتاعتي لونها فاتح وما يغمقش. بعد كده جبت هنا حطيت الجوافة في شفشق الخلاط، وبعدين حطيت عليها كوباية من السكر، والسكر حسب ما بتحبي، وبعدين ضفت هنا كوباية كبيرة من اللبن البارد، وهضيف هنا بقى اللبن بتاع المية. هنا هضيف كوبايتين كبار من المية، وانا اثناء الضرب احتاجت مية فضفت تاني مية. تمام كده. بحط بقى الرشة خفيفة كده من الفانيليا، حاجة كده لا تذكر، بتدي طعم حلو جدا للجوافة، ما تزوديش عشان طعم الجوافة ما يروحش مننا. هنا المعلقة السحرية اللي هتخلي بقى القوام بتاعها لونه على طول فاتح، والقوام بتاعها حلو قوي، واللون بتاعها فاتح. انا هنا حطيت معلقتين كبار على الكيلو الجوافة، معلقتين كبار من الكريم شانتيه الخام، او ممكن تحطي اللي هو بسكر عادي. وخدت كل الكلام ده وضربته في الخلاط زي ما انتم شايفين كده، وهبدأ هنا بقى بعد ما ضربت كده هصفيه. شايفين قوام العصير تحفة قد ايه ولونه جميل جدا. وهنا سأسكت قليلا بقى. هنا كان في كارثة وانا بصفيه. بعد كده بعد ما صفيته شايفين بقى اللون بتاعه تحفة يا جماعة، والله العظيم طعمه يجنن، طعمه حلو قوي ولذيذ جدا وكمان مغذي. احنا حاطين لبن وحاطين مكونات احنا عارفينها، لكن بره احنا ما بنبقاش عارفين بصراحة إيه يعني الجوافة شكلها عامل ازاي، متنضفة ولا لا ومغسولة ولا لا، وكل الكلام ده. زي ما انتم شايفين كده هنا عملت 5 اكواب ما شاء الله، وكمان اتبقى في الشفشق ودخلته التلاجة، وهيبات في التلاجة لتاني يوم، هتلاقيه فتح زي ما هو ولونه وطعمه تحفة زي ما هو. شايفين ب50 جنيه عملنا اكتر من 5 كوبايات عصير، غير اللي انا احتفظت بيه في الفريزر. بتمن كوباية واحدة عملنا حوالي 10 كوبايات، غير اللي احتفظنا بيه في الفريزر يا جماعة. شايفين القوام بتاعه تحفة قد ايه، حلو جدا. جربوها، الوصفة سهلة وبسيطة وجميلة جدا، طعمها حلو قوي ومغذية للولاد. اشوفكم في وصفة جديدة، وباي باي.